حضرتك احمد حسن محسن يا باشا. ممكن احمد تحكي لنا اللي حصل؟ اللي حصل يا باشا اللي جنبي ميدان رابعه العدويه. حضرتك في تيبا مول دي انا شغال لا مؤاخذه سايس في الجراج جنب تيبا مول. فحضرتك انا كل يوم بعد ما بخلص شغلي حضرتك بعد ما بخلص شغل كده بطلع حضرتك يعني بعد تبقى مول كده بشوية. حضرتك بطلع لا مؤاخذة الحمام وكده يعني بستعمل الحمام. فحضرتك بعد ما بستعمل الحمام فاللي هو امبارح حضرتك الحدث اللي حصل اللي انا طلعت استعملت حمام فنمت ساعتين بعد ما استعملت الحمام. فلقيت لك واحد من الاخوان بيصحيني من اللي هم وانت مع الاخوة الناس والمعتصمين في قلب من المعتصمين بس انا نايم عادي نيتي ما مش ان هو اسرع ولا. تمام. فحضرتك لما نمت وكده ولقيت لك واحد من الاخوان بيصحيني بيقول لي في عده كده كده مسروقه وحضرتك وكده يعني. فلقيته فانا حضرتك بصراحه قبل ما هو يصحيني وانا كنت نايم وبتقلب حضرتك. فلقيت لك واحد من هو لابس كاب ونضاره جه وقف شويه على الرف اللي هو بيحط عليه مستلزماتهم وكده يا فندم. فاخد وكده حاجه وماشي. فهو لما جه قال لي بقول له نوع العده ايه؟ قال لي سامسونج وكده. قلت له حضرتك ده هو لسه شايف واحد بكاب ونضاره واخدها ومشي. المهم راح لقيت لك حضرتك بدل الاتنين بقوا تلاتة كتروا جدا جدا اكتر من 20 30 واحد. ولقيتهم عدم لا مؤاخذة بعد ما كتروا كده قاموا بأوضة من الغرف غرفة من الغرف يعني حضرتك قديمة هي كده. وبعد ما قاموا بيها وكده حضرتك بعد ما راحوا فاتحينها وكده وكان معاهم مفتاح. فيهم واحد وكده اسمه الدكتور خالد كان معاه مفتاح ففتح حضرتك وكده. دكتور مين؟ اسمه الدكتور خالد. دكتور خالد. وحضرتك فتحها وكده هي كانت اوضه بقفل. ففتحها وكده ودخلني حضرتك وقاموا التعذيب وكده ضرب وكهرباء والكتريك وكل انواع العنف وكده. وقطعوا لي صباعي وحللوا لي شعري وبهدله جامده جدا جدا يعني. وبعد كده حضرتك الكلام ده من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 1 بالليل. وفي الآخر بعد عذبوني وكده لما لقوا إن أنا ما سرقتش حاجة وكده الشيخ اللي هما يعني استجوبوه وقالوا اللي هو ما سرقش. قال طب خلاص يبقى طالما مش حرامي يبقى أكيد تبع الداخلية. يبقى حد من الداخلية بعته عشان يتسلط علينا ويمشي تاني. طب شفت حد من الشخصيات المشهوره من الاخوان هناك يعني؟ يعني الشخصيات اللي في الاعتصام المعروفين اللي هو شخصيات جماعه الاخوان المشهورين، شفت حد منهم كان موجود او كان بيشارك في الاعتداء عليك او حاجه؟ لا هو حضرتك ما شفتش ان انت حضرتك بتقول عليه ده لا. بس هو زي ما بقول لحضرتك يعني بعد بقول لحضرتك كده فمن الساعة 10 للساعة 1 في الآخر راح خدوني الساعة 1 راح بعد ما قطعوا لي صباعي وكانوا بيعتدوا عليا بعصيان خشب والإلكتريك وكانوا أدوات تعذيب كتيرة جدا يعني ما أقدرش إن أنا أقولها. من حوالي كام واحد؟ حوالي يعني يا باشا زي 25 30 واحد كده. بس هما كانوا في منهم واقفين بره وفي منهم واقفين جوه يعني كنا عاملين كمالية عدد وكده. كل ده عشان اتهام بسرقة الموبايل؟ لما ما لقوش الرجا من اتهام سرقة الموبايل عرفوا ان انا بريء ما اخدتش حاجه. راح قال له يبقى خلاص نقطع له صباعه بقى عشان هو ايه شكله تبع الداخليه ويبقى كده ايه هم هتلاقيهم باعتينه عشان يتجسس علينا ويمشي. لما لقى ان انا ما اخدتش الموبايل وهو فعلا انا فعلا ما طب اخدتوش. انت بتقول بقى لك 6 ايام بتروح المكان مش 6 ايام يا باشا بقول لحضرتك طول عمري اصلا بروح ده من ساعه شغلي. الاعتصام انت بتروح يعني مش اول من مره قبل تردد الاعتصام عليهم؟ من قبل الاعتصام ومن قبل يعني من اول الاعتصام انت بتردد عليهم تمام؟ اه لانهم عارفينك بالنسبه لك شكلك مش غريب عليهم، ايه اللي اشمعنى شكوا فيك النهارده او في اليوم دوت؟ ما اعرفش والله هو ده اللي حصل. مرشد من الداخليه هو ده اللي حصل بس انا يعني عشان ما بدخلش اصلا كده كده لا مؤاخذه الميدان بتاعهم اصلا على كل فين وفين. انا لما بس ايه بعوز حضرتك زي ما بقول لحضرتك كده الحمام بتاعي بس. فيمكن هم شكوا فيا عشان انا مثلا ايه مش شبههم مش معاهم طب وكده من الاول. بعد ما اتضربت ايه اللي حصل بعد كده؟ قعدوا يعذبوا فيا من الساعه حضرتك 10 الصبح لحد الساعه 1 بالليل. وبعد كده حضرتك اخدوني ركبوني عربيه ملاكي اللي هي الانترا. وحضرتك واحنا ماشيين في نص الطريق وكده حضرتك وقفوا نص طريق كاوتش فرقع لاجل حظه يعني اللي كان في لجنه واقفه. فحضرتك جه وبتاع بيقول لهم في ايه ونزلوا راح مفتشهم طلع حضرتك منهم اسلحه وكده خشب. فبيقول لي انت ماسكين ده ليه؟ قالوا ده حرامي. فقال لهم طب هاتوه. فالباشا راح منزلني وراح واخدهم وكده معايا وطلعت انا المجني عليهم مجانين يعني. بس انا حكيت للباشا كل حاجه يعني. فقال لي اللي حصل ايه فقمت حكي له يعني زي ما حكيت لحضراتكم كده. بس العفو يا باشا تحت امرك. طب هم كانوا عايزين ياخدوك في العربية لحد فين بعد كده؟ يعني كانوا يرموني في حته يعني الضلمه وكده يعني. هم حديث بينهم او كلام بينهم هم هيعملوا ايه بعد كده؟ بيقول لي يعني هيرموني في حته وكده حضرتك اللي هي يعني زي مهجوره مقطوعه كده يعني. عشان أنا يعني زي ما انت شايف حضرتك يعني بالمنظر ده. فهم عايزين يعني يتخلصوا مني وكده بس. ده اللي حصل. تمام الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.